إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. هتجني يا ريت يا اخوانا ما روحتش لندن ولا باريس. دي بلاد تمدين ونظافة وذوق ولطافة وحاجة تغيظ. طيب الكلام ده لما يقولوا بيرم التونسي من 50 سنة يبقى معقول، لكن اللي ما يتعقلش ابدا ان اللي كان بيشتكي منه من نص قرن لسه موجود بحذافيره لحد دلوقت، وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا، وكأن الدنيا كلها ماشية لقدام واحنا محلك سر. حكالي واحد صاحبي جاي من اوروبا الاسبوع اللي فات، قال لي انه كان راكب تاكسي في البلد اللي كان فيها، وكانت الساعة 4 الصبح والشارع فاضي. جه السواق قدام اشارة المرور المولعة احمر وراح واقف، لا في عسكري ولا في عربية جاية من التقاطع ولا اي حاجة تمنعه انه يعدي، لكن فضل واقف لحد الاشارة ما اتغيرت وراح معدي. ده ليه؟ لانه بيحترم القانون، القانون اللي اتعمل لحمايته ولحماية غيره. انما مع الاسف احنا هنا احسن ناس نقول معلش ويا عم فوت، وعشان خاطر المرة دي تبقى ماشي في الشارع لا بيك ولا عليك، ولابس بدلة جديدة دافع في قماشها وتفصيلها دم قلبك، وفجأة وبدون مناسبة تلاقي ايش اندلق عليك من اي شباك مفتوح. جايز حلة ملوخية حمضانة، جردة المية وسخة، صفيحة زبالة، اي حاجة تبهدلك وتعكنن عليك والسلام. هل ده مش ممنوع؟